السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة إن شاء الله هنوضح مع بعض إزاي نثبت حزمة مايكروسوفت أوفيس، سواء كنت عايز تثبت حزمة 2024 أو حزمة 2021. بس قبل ما أخش في الشرح، بالنسبة للناس اللي بتظهر معاها رسالة الخطأ دي، فأنا هكون سايب لك فيديو في الوصف موضح فيه طريقة حل المشكلة، وكمان هتلاقيني سايب لك فيديو في الوصف موضح فيه طريقة تفعيل حزمة الأوفيس، عشان أنت لو سطبتها بس بعد شهر بتلاقيها رجعت وقفت منك تاني وما عادتش شغالة. فإن شاء الله هتلاقيني سايب لك كل الفيديوهات دي في الوصف. نيجي بقى نخش على الشرح على طول عشان ما نضيعش وقت الفيديو. اول حاجه هتيجي تحمل الملف ده، هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو، هتخش تحمله مفيش مشكله. وبعدين هتيجي تفك الضغط عنه باي برنامج فك ضغط عندك على اي جهاز. بعد ما تفك الضغط عنه هتلاقي فيه من جوه ملفين، ملف مكتوب عليه 2021 اللي هي حزمه اوفيس 2021، وملف مكتوب عليه 2024 اللي هي حزمه اوفيس 2024. طبعا مفيش حاجه اسمها اوفيس 2025 او اوفيس 2026، لان اوفيس 2024 هي اخر حاجه نزلت من الشركه. وليكن دلوقتي ان احنا هنسطب اوفيس 2024، فهنفتح الملف اللي مكتوب عليه 2024 بالشكل ده. هتلاقي فيه من جوه 4 ملفات قدامك. ركز معايا بقى عشان اقول لك هتعمل ايه فيهم بالظبط. اول ملفين عندك مكتوب عليهم زافويل فيرجن 1.64 1.32. طبعا انت هتشوف جهازك 64 بت او 32 بت، وانا هعرفك دلوقتي ازاي تعرف جهازك بالظبط بيشتغل بمعلوميه 64 او 32. طيب ايه موضوع زافويل فيرجن ده؟ دي الحزمه الكامله. يعني انت دلوقتي لو هتكمل الشرح معايا على اي ملف من الاثنين اللي فوق، طبعا على حسب نوع جهازك 64 او 32، لو كملت معايا على زافويل فيرجن هتنزل حزمه الاوفيس كامله عندك على اي جهاز. كل برامج الاوفيس هتكون نازله معاك. اما لو انت عايز الاكسل والوورد والباوربوينت والاكسس فقط لا غير، فهتكون شغال على الملفين اللي هم اللي تحت دول. طبعا برضو على حسب جهازك 64 بت او 32 بت. هنيجي بقى للخطوه الاهم، نحدد دلوقتي احنا جهازنا 64 بت او 32 بت. بس قبل ما نروح ونعرف جهازنا بيشتغل ب 64 بت او 32 بت، لو رجعت لورا كده وجيت دخلت على الحزمه اللي هي 2021 حزمه اوفيس 2021، هتلاقي فيها برضو الاربع ملفات اللي احنا لسه قايلين عليهم في الحزمه اللي هي 2024. هتلاقي نفس الاربع ملفات موجودين هنا. لو عايز تحمل الحزمه الكامله هتشتغل على اول ملفين على حسب نوع جهازك. ولو عايز تحمل اللي هي البرامج الاساسيه اللي هو الاكسل والوورد والباوربوينت، الحاجات الاساسيه اللي احنا متعودين نشتغل عليها يعني، فهتكون شغال على الملفين اللي تحت. فانا هكمل الشرح دلوقتي على حزمه 2024. بس الاول زي ما اتفقنا لازم اعرف جهازي شغال بمعماريه 32 بت او معماريه 64. فهاجي كده في السيرش، سواء كنت ويندوز 10 او ويندوز 11، هتيجي في السيرش كده وبعدين هتكتب اباوت، وبعدين هتيجي تضغط عليها من هنا او هتضغط اوبن من الجنب من هنا. فلو جيت نزلت شوية كده عند السيستم تايب هتلاقيه كاتب لي هنا 64 بت. انا كده جهازي شغال بمعمارية 64. فانت هتشوفه عندك مكتوب لك ايه، ممكن يكون مكتوب لك 32، بس غالبا هتلاقيه مكتوب لك 64. او لو انت ويندوز 11 ما تخشش ولا تتعب نفسك، لان ويندوز 11 ما بتسطبش غير على معمارية 64 فقط. بعد ما عرفت جهازي شغال بمعمارية ايه، انا عايز اسطب اوفيس 2024، فهفتح الملف اللي هو 2024 بالشكل ده. طبعا دلوقتي كل اللي يخصني في الاربع ملفات دول هم ملفين زافويل فيرجن 64، ده في حالة ان انا عايز انزل حزمة الاوفيس كاملة، او اكسل وورد باوربوينت اكسس 64، دي في حالة ان انا عايز انزل الاربع برامج دول بس. فانا بالنسبة لي عايز انزل الحزمة كاملة، فهاجي على اول ملف كده وهروح واخده كوبي، وبعدين هاجي اروح على كورس السي وهحطه هنا بالشكل ده. وبعدين هروح فاتح الملف وجاي على البار اللي فوق ده كده، الشريط اللي فوق ده كده، وضاغط عليه، وبعدين واخد الامر ده كوبي او المسار ده كوبي. وبعدين هتيجي على السيرش تحت وهتكتب سي ام دي، وبعدين تاخد بالك انك بتفتحها ران از ادمنستريتور، ما تفتحهاش اوبن، لازم ران از ادمنستريتور. وبعدين يس. هيجي يفتح معاك موجه الأوامر بالشكل ده. كل اللي عليك هتكتب سي دي وبعدين مسافة، وبعدين تيجي كده تحط الأمر اللي معاك. ممكن تضغط كنترول مع حرف الفي، أو تيجي من فوق من هنا كده على الشريط اللي فوق ده، وبعدين كليك يمين وبعدين إيديت، وبعدين تعمل له بيست، وبعدين هتضغط على انتر. دلوقتي خلاص احنا يعتبر خلصنا. هتيجي ترجع كده للملفات اللي أنا كنت سايبها لك أو اللي أنت محملها، وهتيجي هنا تلاقي ملف اسمه CMD هتفتحه، وبعدين هتاخد الأمر اللي هتلاقيني سايبهولك فيه كوبي بالشكل ده، وبعدين هترجع لموجه الأوامر تاني، وبعدين تبدأ تحط الأمر اللي معاك هنا. هتيجي كده تحط الأمر، وبعدين هضغط انتر، هيبدأ معاك في واجهة التحضير على طول. دلوقتي خلاص تقدر تقفل موجه الأوامر، معدتش محتاجه في حاجة. زي ما انت شايف كده واجهة التحضير خلاص اختفت. ثواني وهتظهر معانا واجهة التحميل. دلوقتي احنا بننزل حزمة مايكروسوفت اوفيس الكاملة 2024، بدأت التحميل معانا.
بعد ما يخلص معاك هتلاقي الواجهة دي ظهرت لك. كل اللي عليك هتضغط على كلوز. دلوقتي كل اللي عليك انك هتضغط ويندوز مع حرف الار عشان يفتح لك نافذة ران، وبعدين هتحط الامر اللي انت شايفه قدامك ده، انا هسيبهولك برضو مع الملفات، وبعدين هتضغط على اوكي. هنا بتلاقي كل البرامج المثبتة عندك على الجهاز عشان تظهر منها اللي انت محتاجه على سطح المكتب. وليكن ان انا هاجي على الاكسل كده عشان اظهره، هضغط عليه كليك يمين وبعدين كرييت شورت كات. دلوقتي خلاص هو طلع معايا على سطح المكتب، وتقدر تظهر كل البرامج اللي انت محتاجها بنفس الطريقة. انا بعد ما ظهرتهم كلهم زي ما انت شايف كده، وليكن هاجي دلوقتي افتح الاكسل، وبعدين هتدوس على اكسبت وبعدين نيكست. خد بالك لازم تسمع الفيديو اللي انا سايبهولك في الوصف عشان البرامج ما تجيش بعد فترة وتقف منك. زي ما انت شايف كده البرنامج شغال معايا مفيهوش اي مشكلة، وكل البرامج هتلاقيها شغالة معاك. بس كده ده كان فيديو النهاردة، يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.